السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب أم يحيى عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإيه بقى يا أم يحيى؟ تعالوا يا حبايب أم يحيى، هعمل لكم صينية جلاش، إنما إيه؟ عظمة، ولا تكلفة، ولا تاخد منك وقت ولا الكلام ده. جبت لفة جلاش كده زي ما انتوا شايفين، وكيلو حليب. عايزة تعملي بنص كيلو اعملي، تعملي بكيلو اعملي، اللي على قد ايدك اعملي بيه. بس يا ريت يكون الجلاش كده طازة كده و... ونوع كويس عشان يديك نتيجة كويسة. هنا معايا 3 معالق دقيق، 3 معالق، ما تكتريش عن كده. ومعايا 3 معالق نشا، يبقى انا معايا 3 دقيق و3 نشا. ورقتين فانيليا، وهنا معايا معلقتين زبدة فلاحي، زبدة صفرا، زبدة بيضة، أي نوع زبدة، سمنة بلدي، أي نوع. حتى لو عندك سمنة بلدي مسيحاها تمام. وهنا عندي ورقتين فانيليا، عايزة تحطي واحدة تمام حطي واحدة. أنا بحب الفانيليا كتير كده عشان تبقى ايه، ضربة كده في الجلاش، وايه بقى ومديك ريحة. يا سلام. وهنا معايا حوالي 5 معالق سمنة، سمنة زبدة الموجود. هنا بقى انتوا عارفين ان انا بعمل العسل اللي هو الشربات الحلويات، بعمله بكميات كبيرة وبشيله في المطرمان في التلاجة، وباخد منه على قد ايه الطلب. فانت ممكن تعملي كوبايتين سكر على كوباية مية على نص ليمونة. السمنة بقى هاخدها كده ايه، هسيحها. هنا بقى اللبن ايه، ولعت البوتاجاز علشان انا هغلي اللبن. هنا كنت نقصت من اللبن حوالي نص كوباية لبن، نقصت منه حوالي نص كوباية علشان ادوب ايه، النشا والدقيق في اللبن. ما تدوبهمش في مية عشان يديكي طعم ونتيجة كويسة. هتدوبي كده ال3 معالق نشا وال3 معالق دقيق في شوية اللبن دول. طب لو لبن قليل زوديه شوية. بصي بقى تعملي احلى قشطة من 3 معالق الدقيق و3 معالق النشا وشوية اللبن، هتعملي احلى قشطة. هنا بقى بصوا نزلت بقى بباكل فانيليا على ايه، على الدقيق والنشا، الخليط اللي احنا هنعمل بيه القشطة. قلبي بقى، انا عايزاكي تقلبي كده ايه، تقليبة كويسة علشان ما يعملش تكتلات معاكي. هنا اللبن خلاص كده هيغلي، اول ما يجي يرفع كده معايا زي ما انتوا شايفين، ايوه اروح نازله بالخليط عليه، اللي هو ايه، ال3 معالق نشا وال3 معالق دقيق وورقة الفانيليا ونص كوباية اللبن. دوبي بقى وايدك ما تسيبهمش. طب انت يا ام يحيى حطيتي سكر؟ انا حطيت معلقتين بس سكر، ما تكتريش عن كده، ممكن كمان تحطي معلقه واحده علشان الجلاش ما يبقاش معاكي زاعق قوي ومسكر، ما تبقاش القشطه مسكره قوي. والجلاش طبعا هنحط له الشربات، ما يبقاش مسكر برضو معانا، ان احنا بقى مسكر قوي كده وما تعرفيش ايه وتاكليه. هنا بقى اخدت كده الطاسة ونزلت كده على الطاسة بالسمنة بتاعتي علشان اسيحها، وزي ما قلت لك سمنة زبدة كله حلو. هنا بقى جبت الصينية بتاعتي كده عقبال ما المهلبية تبرد معايا، وايه، ومعايا بقى السمنة ومعايا الجلاش. وقلت بقى ايه، آه اعمل بس كده ايه واحدة كده معاكم ورق يعني من الجلاش، واكمل انا بقى بعد كده براحتي. كده جبت الفرشة بتاعتي ورحت دهنة الصينية كويس، دهني الصينية من تحت ومن الجناب علشان لما تيجي تطلعي تقطعيها وتطلعي الخرطة تبقى طالعة معاكي مش لازقة في الصينية، وتبقى مديها كمان لون من تحت كده دهبي كده، اللون الجميل اللي احنا بنحبه. هنا بقى بسم الله، بصوا الجلاش بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مورق وطازة وجميل. خلي بالك من نوع الجلاش، في جلاش نوعه مش حلو، تلاقي كده الواحدة لازقة في التانية مش حلو، لكن ده ما شاء الله طازة ونوعه كويس.
اللي هو بيبقى عند بتاع الكنافة والفطير والحاجات دي، مش بيبقى بتاع شركات، لأ بيبقى إيه المحلات اللي هي بتعمل كنافة وعيش سوري والرقاق والحاجات دي. هنا بقى إيه دهنت فردت واحدة كده راق، ورحت دهنة إيه عليه سمنة كده وتانية من الجناب ومظبطاه، علشان الصينية برضو مش فرداه على كله، مش فرداه على آخر يعني الطراطيف الصغيرة دي اللي على الحروف دي أنا إيه ظبطتها كده وتنيتها كده من الجناب وكده. انزلي بقى كده ايه اهم حاجة تدهني كل راق، تدهني عليه سمنة، هتلاقي بقى ايه بسم الله ما شاء الله مورق كده ومقرمش وجميل. انا بقى هكمل بقى دول وهعمله بنفس الطريقة دي وهرجع لك. هنا بقى خلاص انا عملت نص لفة الجلاش، كل راق فردته زي ما شفتني كده ودهنته سمنة. تمام. هنزل بقى بالقشطة الجميلة بتاعتي، انا عايزة القشطة الصوم كده مش عايزاها خفيفة. بس ما شاء الله جميلة، مش قادرة اقول لكم على طعمها وريحتها. وحتة الزبدة اللي انا حطيتها دي على القشطة مدياها طعم بسم الله ما شاء الله، طعم جميل جدا. بتفرق على فكرة حتة الزبدة دي. انزلي بقى كده بيها كلها. طبعا انا عشان بصور بايد ماسكة التليفون بايد وبعمل بالايد التانية، فمعلش اعذروني، مش عارفة ان انا اتملك وانزلها مرة واحدة، فبعمل واحدة واحدة كده علشان بصور بالتليفون بالايد التانية. هنا خلاص فردتها على نص ايه لفة الجلاش، فرديها كده كويس، ورحت نازلة بالنص التاني على القشطة برضو، راق ودهني سمنة، راق ودهني سمنة لحد ما خلصت لفة الجلاش. تمام. دهني بقى كده سمنة، والراق اللي فوق ده رحت انا مدخلاه تانية اللي جوه اخر راق ده، ما تتنوش لبره زي ما احنا ظبطنا كده، لا اتنيه لجوه. سكينتك بقى الحلوة وقطعيها بقى مربعات مثلثات، التقطيع اللي تعجبك. انا هنا قطعته ايه مثلثات، بس ما شاء الله بجد، ولا خد مني وقت ولا خد مني مجهود، وحاجة حلوة علشان خاطر الولاد عايزين حاجة حلوة. فرحي ولادك وبأقل تكلفة وبأقل مجهود، واعملي حاجة حلوة من غير ما تكلفي نفسك ولا تتعبي نفسك. هنا خلاص الجلاش خرج من الفرن، جبت بقى العسل الشربات بتاعي ورحت نازلة عليه بورقة الفانيليا التانية. احنا حطينا واحدة في القشطة وواحدة على الشربطة اهي زي ما انت شايفة كده. قلب بقى كده تقليبة كويسة. هتقولي ايه ده ام يحيى وليه الشربات بتاعك لونه اصفر كده لان احنا السكر بتاعنا سكر تموين، فبيبقى دايما كده اصفر، اللي هو ده بيحلي ده، مش عارفة بيقولوا عليه بنجر ولا قصب بصراحة. فانا بقى نزلت كده بقى بالجلاش، الشربات طبعا معايا بارد والجلاش سخن، لازم حاجة من الاتنين باردة، يا الجلاش يا الشربات. انزلي بقى بص بقى ما شاء الله اللمعان، بص اللمعان وجمال الجلاش. يا رب يا رب الطريقة بتاعت الجلاش بتاعت ام ويحة دي تعجبك، وان شاء الله تجربيها وتدعيلي دعوة حلوة. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان تنوريني يا ست الكل. مع الف سلامة، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. مع الف سلامة.